تعالوا بقى بينا النهارده نشوف الامهات سلبياتهم بيعملوا ايه، خصوصا لما تليفونهم يرن. ويا سلام بقى لما يكون الرقم ده رقم غريب، يا يا فرحته. تعالوا نشوفهم بيعملوا ايه. يعني مثلا كده انا عندي امي، يا رب يا رب ما تشوفش الفيديو ده، بتعمل ايه لما رقم غريب يرن. طبعا مش هعمل صوت رن عشان خاطر اليوتيوب. هو التليفون هيرن من هنا، نعتبر ان التليفون بيرن، تقوم ماسكاه عامله للتليفون كده اهو، كده كده، وتجيبه من كل الزوايا علشان الرقم هيتغير. تفضل ماسكاه عامله له كده كده وكده، واحنا نقعد نقول لها يا ماما ردي يا ماما ردي. لا، ده رقم غريب مش عارفاه. طب ما تردي، ما يمكن حد عايزك وده رقم جديد جايبه. لا مش هرد. اللي عايزني يرن عليا من رقم عارفاه. يا ستي يهديكي يرضيكي ردي، انت ما تضمنيش. لا ابدا ابدا، ما افتحش على رقم غريب. يا ماما هو الرقم هيخطفك من التليفون؟ لا، ده دلوقتي الهاكر والكلام ده. لا 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 ماما، انت تليفونك عليه حاجه ممكن تتسرق. لا طب ما ترد. لا بس برضو مش هرد. انا اللي عايزني يتصل بيا من رقم انا عارفاه. وتفضل بقى ماسكه التليفون. ويا سلام بقى لو الرقم رن تاني، البيت كله تعرف الرقم ده، تعرف الرقم ده، لا الرقم ده رن عليا مرتين. يا ماما ردي، انت ما تضمنيش اللي بيتصل بيكي ايه. لا انا مش هرد لما يكون رقم ما انا عارفاه. ما يرنش، خلاص ما تردش. ولو رقم هي عارفاه، تقوم ماسكه التليفون عامله له كده شويه. اقول لها مين يا ماما؟ رقم غريب. تقولي لا دي خالتك. طب ما تردي، لازم تفضلي باصه للتليفون كده حبه كتير. ماما كده مع التليفون. طب هقول لكم، مره انا اتصلت بماما من رقم جديد انا جايباه هي ما تعرفوش، ورن 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 بقى على قد ما رن مش قادره اقول لكم. ماما ما ردتش عليا، وانا عايزاها ضروري، ما ردتش عليا. استنيت لما جوزي جه من بره ورحت اتصلت بيها من تليفون وقلت لها ايه يا ماما عماله اتصل بيكي قد كده ما بتردش عليا ليه؟ راحت قالت لي انت رنتش عليا. قلت لها اه. قالت لي هو انت الرقم اللي اخره كذا كذا؟ قلت لها اه. ما رديتيش ليه؟ لا مش هرد، وانت عارفه ان انا برد على ارقام غريبه. قلت لها بس الرقم رن عليكي كتير. لا انا مش هرد على ارقام غريبه وانت عارفه. قلت لها بس انا عايزاكي ضروري. قالت لي طب ما تتصلي بيا من الرقم اللي انا عارفاه. قلت لها معيش فيه رصيد. طب ما تشحني وتكلميني، ما انت عارفه ان انا مش هرد على ارقام غريبه. ملكت اعصابي، ست الكل برضو الغاليه. قلت لها ماشي يا ماما. ماما على فكره انت ممكن اي رقم غريب يرن عليكي لو حد بيعاكس، حاجه بسيطه اخترعوها في التليفونات، هتعملي له بلوك. لا مش هرد برضو، مش هرد غير على رقم انا عارفاه. طب مره تانية، مرات اخويا نزلت تجيب لها حاجات من الشارع، سابت تليفونها في البيت، والحاجات اللي ماما كانت عايزاها مرات اخويا ما لقيتلهاش، فبتتصل بيها عشان لو عايزه حاجه البديل يعني بتجيبهولها. مرات اخويا ترن وترن، فين وفين. قالت لي تصدقي دي ممكن تكون هبه، اصل انا اديت لها تجيب لي حاجات فممكن تكون بتتصل بيا عشان هي نازله من غير تليفونها. قلت لها بجد؟ قالت لي اه. قلت لها طب ما ترني. قالت لي لا لما ترن تاني ونقيت مضمني انها هي. المهم رنت تاني وطلعت هي. يا ترى مين بيواجه المشكله دي؟ المشكله دي مع كل الامهات ولا مع امنا بس؟ يا ريت اللي بيواجه المشكله دي يقول لي، وقولوا لهم يا جماعه في بلوك عادي والله لو الرقم بيعاكس، عشان احنا غلوبنا نقول كده لماما ومفيش فايده فيها. اي حد في العيله يجيب رقم جديد ما يحاولش يرن على ماما عشان هي مش هترد. ولما بيكون رقم عارفه برضو بتاخد لها شويه على بال ما يرد، يكون اللي بيتصل اساسا قرب يزهق ويقفل. ويا سلام بقى لو هي ما لحقتش التليفون
اقول لها طب شوفي، تقول لي لا، اللي عايزني هيتصل تاني. يا ريت تقولوا لنا دي مشكلتنا لوحدنا ولا مشكله كوكب جيل. دي كانت حكايه النهارده. الفيديو الجاي هقول لكم حكايه جديده، بس يا رب ما تضربش.